قلبي كل سنة وانت طيب. انك تلاقي عمل درامي فيه اسماء ونجوم بتقول احمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، ومع ذلك بتتردد اسم بز عنهم بين الناس ويخطف الترند من كل المسلسلات في اول يوم واول 5 ايام بالإفيه بتاعه وطريقة القائه ليه. خلينا نتفق ان دي حاجة مش سهلة بالمرة ومحتاجة موهبة حقيقية وثقة كبيرة في النفس عشان تبقى في وسط نجوم وبالتقل دي وتأدي بالتلقائية والأريحية دول. مصطفى أبو سريع بإفيه العفش بتاعه هو الخشب بتاعه هو خلى الناس كلها تقوله زيه وترقصه زيه. حتى مخرج العمل نفسه أحمد خالد موسى بيعلق في حسابه إن المسلسل ترند وبيقول شقاية وتعبي أهو، شقاية وتعبي أهو. مصطفى موقفش عند الإفيه وبس، إنما قادر يخطف عيون الناس بكوميدية الطبيعية المرتجلة ولازمته اللي بتخلي كل ظهور له على الشاشة محل انتظار للجمهور وتداول على السوشيال ميديا. مصطفى أبو سريع انتشر الفترة الأخيرة وابتدى ياخد مساحات تديله حقه، لكن في العتاولة بيأكد بقوة وفي وسط نجوم غيلان إنه قادر، وفي أسير درجة أولى بيعرف يجيب ضحك من أي حاجة زي وحيد سيف اللي كان بيضحكنا بأقل حركة بيعملها. متهيألي مصطفى أبو سريح هيروح حتة حلوة كتير وهياخد أدواره أهم وأكتر بعد العتاولة، وهو حقيقي شاطر وعنده قبول كبير ويستاهل. أنا بصراحة بحبه جدا وبحب إفيهاته وبحبه من أيام مسلسله آه، طاقة القدر، وكان عامل دور سكرينة. أنا بحبه أوي، يا رب بالنجاح والتوفيق ليه.